السلام عليكم. اتحداكم ان بعد ما تسمعوا القصة دي انكم تبطلوا صلاة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور اسمه عبد الرحمن الكيلاني اشهر اطباء العظام في مصر بيحكوا بيقول انه دعي الى مؤتمر في اسيوط، ولما دعي الى المؤتمر بيقول حجزت تذكرة في القطر اللي رايح لاسيوط ومعايا المفكرات والابحاث بتاعتي وهقعد اقرا وانا راكب القطار. بيقول قعدت في القطر والكرسي اللي جنبي محدش قاعد فيه. يقولوا بعد شويه وانا فاتح الابحاث بتاعتي والمذكرات بتاعتي وبقرا فيها فلقيت راجل عجوز داخل عليا وسنده ولد تحس ان هو ابنه. قال له بعد اذن حضرتك والدي هيقعد في الكرسي ده. قال له اتفضل. بعدين ابنه قعد في مكان بعيد شويه عنهم. فبيقول الدكتور الراجل العجوز ده من ساعه ما قعد ولسانه لا يكل ولا يمل من الصلاه على رسول الله محمد. بيقول الراجل من ساعه ما قعد جنبي وهو عمال يقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول وانا بدأت اتضايق لان الراجل صوته عالي وانا مش عارف اركز في القراءة اللي لازم اقرأ دلوقتي علشان المؤتمر اللي عليا وبعد ساعات وهتكلم فيه. فبيقول بس انا مش قادر اقول للراجل وطي صوتك. ليه؟ لانه بيصلي على مين؟ على حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول الا ان الراجل العجوز من نظراته ليا حاسس اني متضايق لان صوته عالي. فالراجل العجوز بيقول له يا ابني هو انت متضايق مني علشان انا صوتي عالي؟ قال له بصراحة يا عم الحاج، لان والله عندي مؤتمر بعد شوية وعمال اقرأ في الابحاث بتاعتي ولازم اقرأ دلوقتي. فبيقول الراجل وطى صوته وما بطلش صلاة على رسول الله محمد، بس المرة دي كان عمال يصلي على النبي في سره وعمال يوشوش نفسه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول تعجبت من حال هذا الرجل، وبعدين وانا بقرأ ومندمج في القراءة لانني سمعت هذا الرجل يقول وعليك السلام سيدي يا رسول الله، اهلا ومرحبا بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول بصيت جنبي على الراجل فلقيت الراجل نايم وغرقان في النوم. فبيقول حبيت اتاكد ان الراجل اللي هو فيه ده رؤية ولا ايه، شايف النبي في المنام ولا ايه. فبيقول فتاكدت ان هذا الرجل نائم والراجل عمال يردد ويقول ايه السلام عليك سيدي يا رسول الله، اهلا ومرحبا بك سيدي يا رسول الله. يقول الراجل قام من نومه فجأة ونادى على ابنه بيقول له يا ابني. قال له نعم يا ابي. قال له تعالى. قال له نعم يا ابي. قال له دور على الركاب اللي راكبين معانا القطار، دور على دكتور اسمه عبد الرحمن الكيلاني وقول له النبي بيقول لك انك هتعمل العمليه لوالدي بكره. ومين اللي قاعد جنبه؟ الدكتور عبد الرحمن الكيلاني. والراجل ما يعرفش ان هو ده الدكتور عبد الرحمن الكيلاني الذي يقصده رسول الله. اسمع الاعجب من ذلك، بس بعد ما تصلي على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الدكتور بيقول للراجل العجوز انت تقصدني انا؟ قال له ليه يا ابني؟ قال له ما انا الدكتور عبد الرحمن الكيلاني. قال له ان رسول الله يقول لك انك انت اللي هتعمل لي العمليه بكره. تخيل راجل مريض عجوز كبير في السن بقاله سنين مش عارف يعمل العمليه لاي ظروف ايا كانت فيها، ويجي له الدكتور لحد عنده ببشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا عم انت ايه حكايتك؟ انت الدكتور عبد الرحمن الكيلاني؟ قال له قال له اسمع بقى بيقول له ايه؟ بيقول له النبي محمد بيقول لك ان ربنا هيرزقك بتوأم هتسميهم يحيى ومحمد باسماء انبياء الله تبارك وتعالى. فالراجل بيقول له ليه بقى النبي بيبشرك بالبشرة دي ليه؟ قال له يا عم الحاج انا متجوز بقالي 10 سنين ولم يرزقني الله عز وجل بالولد. الراجل قال له ابشر سترزق بتوأم ببشرى من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الدكتور مش مصدق نفسه. قال له يا عم الحاج انت جبت الكلام ده منين؟ ازاي؟ قال له النبي بيقول لك الاماره بتاعتك بتاعت امبارح. قال له ايه؟ قال له مش انت كنت واقف انت وزوجتك في البلكونه بتاعتكم وبتدعوا ان ربنا يرزقكم بالولد، وبعد ما دعيت ربنا وانت بتنزل ايدك جت على الكوبايه اللي على سور البلكونه ووقعت؟ قال له قال له لا تتعجب فان الذي يبشرك بذلك هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بس انتهى الامر ورؤيا الانبياء حق. الدكتور وهو قاعد اتصل على مستشفى من المستشفيات وقال لهم انا فلان الفلاني تحجزوا لي غرفة عمليات بكرة وحسابها مدفوع مني انا مقدما. جه تاني يوم وراح الراجل المريض وراح الدكتور وحجزوا العمليات. الدكتور وهو بيعمل العملية زوجته عمالة ترن عليه وتليفونه مغلق. اتصلت على تليفون المستشفى قالوا لها
قال لها الدكتور في عملية. قالت لهم بالله عليكم بعد ما يخرج من غرفة العمليات لازم يتصل عليا. اتصلت عليه قالت له ابشر. قال لها ايه؟ قالت له قمت الصبح شعرت بأعراض كلها أعراض حمل وعملت اختبار وطلع إيجابي برحمة الله. قال لها والبشرى اللي أعظم من كده إنك أنت إن شاء الله هتكوني حامل في يحيى ومحمد. قالت له ازاي؟ قال لها ان الذي بشرنا بذلك هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور ويقسم بالله أن الله عز وجل أتم لزوجته الحمل على خير وأنجب يحيى ومحمد ببشرى من بشريات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت بقى إن الأبواب المغلقة تفتح ببركة الصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.